يا مساء الفل. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة خالص بالنسبة للأوتوميشن. عارفين ايه أكتر حاجة بتضيع وقت مهندسين التست أوتوميشن؟ إن الديفلوبر يغير الاي دي لزرار أو يغير مكان عنصر فجأة، فنلاقي السكريبت كلها وقعت وطلع لنا ايرور أحمر. النهاردة أنا عملت حل المشكلة دي باستخدام ال AI Self Healing. يعني ايه؟ ببساطة زي ما احنا شايفين هنا في الكود، انا مبرمجة التست انه يضغط على زرار معين وليه اي دي BTN alt. تمام. لكن في الحقيقة انا هنا مغيرة اصلا الاي دي بتاعه ومسمياه راندوم عشوائي، اي حاجة. فالطبيعي انا لو عملت دلوقتي رن، ايه اللي يحصل؟ ان هيجيلي ايرور ومش هيكمل. طيب، لكن هنا بقى احنا عملنا حاجة جديدة. ارن وتشوفوا. تمام. زي ما هنا شايفين الاي دي القديم بحث عنه بس ما لقوش. طيب، الاي اي هنا حدد مكان الاي دي الجديد وضغط عليه بنجاح. فزي ما احنا هنا شايفين في الكونسول، الاي اي صلح المسار وضغط على الزرار الجديد بنجاح والزرار قلب اخضر. بكده احنا حولنا الاوتوميشن مش مجرد اوامر ثابته لنظام مرن يقدر يتعامل مع التغيرات لوحده. بكل بساطه انا استخدمت هنا الجافا واستخدمت السيلينيوم، وضفت هنا بس شوية مكتبات زي مكتبة الجي سوب عشان تحلل ال HTML. وكمان بالنسبة للخوارزمية فأنا استخدمت ليفنشتاين، ده بيقيس الفرق بين النصوص عشان نلاقي الأقرب. بالنسبة لهنا كلاس ال AI Service، فده قلب النظام وهو المسؤول ان هو يحلل ال HTML باستخدام مكتبة الجي سوب. وكمان بيطبق الخوارزمية ليفنشتاين عشان يقيس درجة التشابه بين العناصر ويطلع لنا السلكتور الجديد. بالنسبة لكلاس سيلف هيلينج، فده اللي فيه السيناريو اللي بننفذه وده اللي بيراقب التست لو حصل فشل، فبيروح ينادي على اي اي فورا. هنا بالنسبة لتراي وكاتش انا بقول له انت لو لقيته اضغط عليه، طب لو ملقيتوش لا تعملش ايرور، روح دور عليه بالاي اي وهاتلي اكتر حاجة مشابهة ليه. وبس كده، سلام.